تخيل إنك قدام شخص بيبتسم لك، يمد إيده بالسلام، لكن في نفس اللحظة هو بيفكر إزاي يستخدمك، إزاي يسيطر عليك، ويمكن كمان يأذيك، وكل ده من غير ما يرمش له جفن. الشخص ده مش شخص عادي، ده اللي أخطر من النرجسي بكتير، وأبشع كمان من السايكوباتي. ده ممكن يكون واحد من أخطر أنواع الشخصيات اللي على الكوكب، لدرجة إن علماء النفس بيسموه الثالوث المظلم. الشخصية دي عايشة وسطنا، وممكن نقابلها في حياتنا كتير، بس للأسف مش بنعرفها. تعالوا نفهم أكتر عن الشخصية المرعبة دي، ونفهم إزاي نقدر نتعرف عليها لما نقابلها. أعزائي المشاهدين المصريين وإخواتي العرب في كل مكان، أهلا بيكم. معكم باسم من قناة هيوكا. فيديو النهاردة جديد جدا ورهيب جدا، بيتكلم عن شخصية الثالوث المظلم، أكبر شخصية مدمرة على وجه الأرض. الثالوث المظلم ده مصطلح في علم النفس بيتكلم عن أخطر 3 سمات شخصية لما بيتجمعوا في شخص واحد. وال3 سمات اللي بيكونوا الثالوث المظلم هما النرجسية والماكيافيلية والسايكوباتية. طبعا بالنسبة للسمة النرجسية كلنا عارفينها واتكلمنا عنها كتير قبل كده. النرجسي ده هو الشخص اللي بيدخل أي مكان وكأنه هو البطل، شايف نفسه فوق الكل، محتاج إعجاب وتسقيف طول الوقت، ما عندوش مانع إنه يستغل أي حد أو يقلل من أي حد علشان بس صورته تبان وتظهر. بيعيش في وهم وجنون العظمة، لكن من جواه فاضي، جعان لأي اهتمام، منزوع المشاعر تجاه أي حد، ما عندوش رحمة ولا رأفة مع حد. ولو عايز تعرف أكتر عن الشخصية النرجسية، احنا عملنا قبل كده فيديوهات كتير عنها، هسيب لك الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تاني سمة في الثالوث المظلم هي الماكيافيلية. والماكيافيلية ده اسمها مشتق من الفيلسوف والسياسي الإيطالي نيكولو ماكيافيلي، اللي كان عايش في عصر النهضة وكتب كتاب مشهور جدا اسمه ذا برنس أو الأمير. ونيكولو ماكيافيلي ده كان بيتكلم في كتابه وبيشرح إزاي الحاكم يقدر يحافظ على سلطته بأي وسيلة، حتى لو كانت الوسائل دي قاسية أو غير أخلاقية. ومن ساعتها ظهر مصطلح الماكيافيلية. والماكيافيلية بالبلدي كده يعني إن أنت تستخدم الخداع والمكر والدهاء علشان تحقق أهدافك، والغاية بتبرر الوسيلة، حتى لو كانت الوسيلة دي مؤذية أو ظالمة مش مشكلة، المهم إن أنت توصل للغاية بتاعتك. يعني باختصار الماكيافيلية دي مش مجرد فكرة نفسية، لكن دي مبنية على الفلسفة السياسية لماكيافيلي اللي بقيت بعد كده جزء من الثالوث المظلم في علم النفس. والماكيافيلية دي اللي بتلعب اللعبة على أصولها، يعني ممكن شخص يضحك في وشك النهاردة، يطبطب عليك، بس هو في دماغه إنه بكرة يستغلك وعامل خطة لكده. شعاره الدائم زي ما قلنا الغاية تبرر الوسيلة، ما عندوش مشكلة يكذب، يلف، يدور، يخدع، المهم إن هو يحقق اللي هو عايزه. ثالث سبب في الثالوث المظلم هي السايكوباتية، ودي الوجه الأخطر في المشهد كله، وده اللي ما عندوش لا قلب ولا ذرة تعاطف. الشخص ده ممكن يأذيك، يدمرك، يقف يتفرج عليك كأن مفيش حاجة حصلت. شخص بارد، شخص عدواني، وغالبا جاذبيته بتخدعك. تفكيره ساحر جدا، عنده كاريزما رهيبة، لكن هو في الحقيقة قنبلة موقوتة بتمشي على الأرض. وقبل كده عملنا فيديوهات كتير عن السايكوباتية، لو عايز تعرف أكتر عنها أنصحك تشوف الفيديوهات، هسيب لك الروابط بتاعتها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. الحقيقة تسمية الثالوث المظلم دي ما جاتش من فراغ، لأن ال3 مع بعض بيعملوا خلطة سامة. يعني تخيل كده إن أنت بتجيب غرور وعظمة النرجسي مع تلاعب الماكيافيلي مع قسوة وأذى السايكوباتي، وبتعمل الخلطة دي وتجمعهم في شخص واحد، فبيبقى قدامك آلة دمار شامل بتمشي على الأرض، وهي الثالوث المظلم. والشخصية دي ممكن تكون شخصية ناجحة جدا وواصلة لمستويات حلوة والناس تبصلها بانبهار، لكن نجاح الشخص ده دايما بيبقى على حساب غيره. الحقيقة في إشارات كتيرة وسريعة جدا علشان تقدر تكشف الشخصية دي من الأول. يعني مثلا تكرار التلاعب، الكذب الكتير اللي بيبقى خفي في الأول طبعا، لكن بعد كده بيبان. كمان بتلاقيه أناني، بياخد وما بيقدمش. ده غير طبعا التعاطف، مفيش عنده ذرة تعاطف، نبرته باردة خصوصا وقت ألم ومعاناة الناس اللي حواليه، ومش بيتعامل مع الناس على أنهم بشر، هو بيستخدم الناس دي كوسيلة علشان يحقق أهدافه.
لو شفت أكتر من علامة من العلامات دي مع بعض فخد بالك، لأنك ممكن تكون بتتعامل مع حد من عناصر الثالوث المظلم. طيب لو قابلت شخصية الثالوث المظلم وتعرفت عليها هتتعامل معاها ازاي؟ في كام نصيحة وخطوة هتعملها عشان تتعامل مع الشخصية اللي زي دي، وكل خطوة تعملها هتفرق على حسب علاقتك بيه. يعني لو تعاملك معاه بشكل يومي أو بشكل عملي لازم تحط حدود واضحة وقابلة للتكرار. اعلن حدودك مرة واتنين. قول التعامل باحترام، هتعامل باحترام، مش هقبل أي إهانة. لو التزمت هلتزم، وفي حالة إن هو ما يلتزمش بالحدود بتاعتك اقطع الحديث معاه، غير الموضوع، وقف النقاش، سيبه وامشي، اعمل أي رد فعل من دول. تاني حاجة، ما تجاوبش بعاطفة عالية معاه، خليك حيادي شوية. الحيادية في طريقة التعامل بتخليه دايما هو المهزوم، لأن الشخصيات اللي زي دي دايما بتتغذى على ردود الأفعال العاطفية. فخلي كلامك هادي ومختصر، يعني تجاوب بكلمة واحدة، تمام، موافق، مش موافق، هفكر. كلامك يبقى بالشكل ده. تالت حاجة، لو انت معاه في شغل أو في شراكة بينك وبينه لازم تسجل الأدلة دايما، إيميلات، رسائل، تسجيلات، وطبعا ده حسب القانون المحلي لدولتك. ومهم جدا لو حصل تصعيد ان انت تطلع الحاجات دي بعد كده وتاخدها كدليل. رابع حاجة، ودي نقطة مهمة جدا في تعاملك مع الشخصيات اللي زي دي، ما تكشفش نقط ضعفك. كمان إياك تشارك المخاوف اللي جواك، ما تحكيش أمور شخصية لأنه بكرة وبعده هيلوي دراعك بيها وهيستغلك. طيب لو الشخص ده قريب منك زي مدير أو شريك حياة أو حد مضطر تتعامل معاه بشكل يومي، هتعمل معاه إيه؟ أول حاجة، حاول تحدد مساحاتك وحدودك معاه عشان تقلل الاحتكاك بينك وبينه. كمان خلي التواصل معاه رسمي، وفي وقت المشاكل لازم تطلب دعم وتخلي طرف ثالث موجود معاك، يا اما يبقى وسيط أو مستشار قانوني أو صديق موثوق فيه، شخص مكانته تسمح له إن هو يتدخل في الموضوع على حسب علاقتك بالشخصية دي. ولازم تعمل خطوات تحمي نفسك بيها على المدى البعيد، يعني خلي ليك شبكة دعم كبيرة، العيلة، الأصحاب، مرشد نفسي. الدعم النفسي اللي معك وعلاقاتك الاجتماعية باللي حواليك بتقلل الاستغلال شوية، وكل ما حدودك تبقى واضحة كل ما تبقى قابليتك للاستغلال أقل. في دراسات كتير اتعملت واستخدمت مقاييس زي دارك ترايد بيرسوناليتي تيست علشان تحدد نسبة وجود السمات دي عند بعض الناس. وفي ناس كتير جدا من الناحية التاريخية والفلسفية بترمز للثالوث المظلم. يعني عندك نيكولو ماكيافيلي نفسه اللي جاي منه مصطلح الماكيافيلية، مش بالضرورة كان عنده الثالوث المظلم، لكن كتاب الأمير ده اتخذ كنموذج للتفكير البارد والنفعي اللي بيركز على مبدأ الغاية بتبرر الوسيلة، فده خلاه رمز الفكر الماكيافيلية. كمان في بعض حكام الطغاة في التاريخ زي نيرون الروماني أو حتى هتلر، والمؤرخين وعلماء النفس السياسيين بيستخدموهم كمثال عملي يجمع جوانب من النرجسية والماكيافيلية والسيكوباتية، لأن لقوا فيهم سمات كتيرة زي جنون العظمة والتلاعب السياسي، ده غير الدم البارد. أما بالنسبة للطب النفسي الحديث، في دراسات عن مجرمين خطيرين أو قادة عصابات اتشخصوا على أن عندهم مزيج من الثلاث سمات، زي مثلا تيد بندي، ده قاتل متسلسل أمريكي مشهور بجاذبيته الظاهرة، استغلاله للناس وغياب التعاطف، وبحثين كتير بيعتبروه تجسيد حي للثالوث المظلم. طبعا كمان في جوناس سافيمبي، ده زعيم حرب أنغولي، ده اتقال عنه في بعض الأبحاث إنه جمع بين الكاريزما النرجسية والتلاعب السياسي والعنف البارد. طيب الثالوث المظلم في العلاقات بيبقى عامل إزاي؟ لو حبينا نتخيل شخصية الثالوث المظلم ده دخلت في علاقة مع حد، هنلاقي الموضوع متعب جدا، فما بالك لو العلاقة دي قائمة فعلا، اللي عايش فيها هيبقى عامل إزاي؟ طبعا الشخصيات اللي زي كده علم النفس أكد إن هي مش خطر على الفرد بس، دي خطر على المجتمع كله. الثالوث المظلم مش مجرد مصطلح نفسي، ده واقع حقيقي لناس كتير ممكن تقابلهم في حياتك كل يوم. ومعرفتك بيه مش علشان تخاف، لكن علشان تحمي نفسك وتفهم إن مش كل ابتسامة قدامك هي صادقة، ومش كل نجاح مبني على مجهود نظيف. اعمل حدود هتحمي نفسك.